وقبل ما نبدأ ما تنساش تعمل لايك وشير وسبسكرايب وتفعل زر الجرس عشان يوصلك كل جديد، وصلى على النبي ويلا بينا. بيبدأ فيلمنا في مقر الاستخبارات البريطانية، وبنشوف العميل نيسان وهو رايح يقابل رئيس المخابرات، واللي بيقول له ان في حمولة خطيرة جدا اتسرقت من المختبر العلمي، وان المكان ده كان متأمن كويس جدا، لكن المسلحين خلصوا على كل الحراس اللي في المكان وسرقوا الشنطة اللي فيها الحمولة دي. والرئيس بيكلفه ان هو يرجع الشنطة ويعرف هي عبارة عن ايه، ويعرف هي هتتباع لمين وازاي، لان احنا ما نعرفش الحمولة دي فيها ايه. وبيقول له ان الحمولة دي معروضة للبيع بمليارات، فاكيد فيها حاجة مهمة جدا. فنيسان بيوافق على المهمة، وبيختار العميل اورسون يكون معاه في المهمة دي لانه ذكي جدا، ونيسان بيكون واثق فيه جدا، فرئيس المخابرات بيوافق. وبعدها بنشوف نيسان واللي بيروح المغرب عشان يقابل اورسون لانه في اجازة، وعشان يقول له على المهمة، وبيديله الملف بتاعها وبيديله قائمة بالاسماء بتاعت الناس اللي هم شاكين فيهم. ونيسان بيطلب منه يجهز نفسه عشان يسافروا ويبداوا المهمة، وبيركبوا الطيارة عشان يروحوا اسبانيا ويقابلوا العميلة سارة والعميل جيجي، ودول بيكونوا اعضاء في المخابرات الامريكية، وبيكونوا جايين عشان يتعاونوا معاهم في اداء المهمة دي. وبيتعرفوا على بعض، وسارة بتخش في الشغل على طول وبتقول لهم انها عندها معلومات مؤكدة ان التاجر اللي معاه الحمولة دي هيوصل اسبانيا عشان يوصلها للراجل اللي هيشتريها، وانهم لازم يراقبوا التاجر من اللحظة الاولى من اول ما ينزل المطار لحد ما يخرج، ويشوفوه هيوصل الحمولة لمين. والناس اللي معاهم الشنطة بيوصلوا، وسارة بتخترق كاميرات المطار وبتقدر تتتبعهم، والراجل بيكون حاطط الحمولة في الشنطة الجلد دي، ونيسان بيكون قاعد بيراقب كل اللي بيحصل في غرفة المراقبة. واورسون وجيجي بيكونوا موجودين جوه المطار عشان يراقبوا التاجر ويبقوا قريبين منه، وبيكون معاهم اتنين كمان عشان يقدروا يساعدوهم. لكن فجأة بنكتشف ان في عميل اسمه مايك، وده زميل سابق لاورسون في المخابرات، وبيكون جاي هنا عشان هو عاوز الشنطة هو كمان. وفريق مايك ده بيكهربوا الاتنين اللي شغالين مع اورسون وبيغمى عليهم، وبيكونوا عاوزين يكهربوا اورسون هو كمان، لكنه بياخد باله وبيضربهم وبياخد منه الصاعق الكهربي وبيكهربوا بيه. والتاجر بيكون خرج بره المطار، ورجالة مايك بياخدوه عشان يدخلوه جوه العربية، لكن اورسون وجيجي بيجوا وبيضربوهم وبياخدوا الراجل وبيدخلوه جوه العربية بتاعتهم بسرعة وبيمشوا من المطار. ومايك ورجالته بيجروا وراهم، والفريق في الوقت ده بيقدر يفتح الشنطة وبيلاقي جواها هارد، وبيستجوبوا التاجر، فبيقول لهم ان هو كان هيوصل الشنطه لواحد كان هيقابله، بس هو ما يعرفش هو مين، وان هو مجرد وسيط مهمته الوحيده ان هو يوصل الحموله بس. وبيقول لهم على الميعاد والمكان اللي كانوا هيتقابلوا فيه، لكن فجاه الراجل بيتوتر والضغط بتاعه بيعلى وبيجيله سكته قلبيه وبيموت لان قلبه كان ضعيف. ومايك ورجالته بيقدروا يوقفوا العربيه بتاعت اورسون عشان ياخدوا منهم الشنطه، لكن اورسون بيقدر يبدل الهارد وبيديلهم واحد تاني على اساس ان هو الاصلي. وبعدها سارة بتحاول تفتح الهارد، لكنها بتكتشف انه محتاج رقم سري، وبتكون مجهزة هارد فاضي وبتديه لنيسان، وبيتفقوا ان نيسان هيمثل ان هو التاجر وهيروح يقابل الطرف التاني. وبيروح في الوقت والميعاد اللي الراجل اداهولهم، وبيكون معاه الشنطة، وفعلا بيجي واحد وبياخد الشنطة منه، ونيسان بيقدر يلقط وشه، وبيعرفوا ان هو شخص اسمه بن، وان هو محامي، وان هو شغال عند واحد اسمه جريك واللي بيكون تاجر سلاح كبير جدا، وان بن هو اللي بيخلص لجريك كل الصفقات المشبوهة بتاعته. وبيعرفوا ان جريك مش بس وسيط في الصفقة دي، لا ده كمان هو اللي معاه كلمة السر بتاعت الهارد. وبعدها اورسون والفرقة بيكونوا مسافرين فرنسا عشان يروحوا يحضروا حفلة خيرية لجريك، وبيكون الهدف من انهم يروحوا الحفلة هو انهم يخترقوا موبايل جريك ويزرعوا مايكات في مكتبه عشان يعرفوا معلومات اكتر عن الصفقة، لان مكتبه ده هو المكان اللي بيخلص فيه كل الصفقات بتاعته. واورسون والفريق بيكون عندهم معلومة ان جريك بيحب ممثل اسمه داني فرانشيسكو، وان هو بيحب كل اعماله والكلام ده، فبيقرروا انهم لازم يجيبوه معاهم في الحفلة دي لانه هيشتت انتباه جريك عنهم ويقدروا يخلصوا المهمة بسرعة. والخطة ان اورسون هيعمل ان هو مدير اعمال داني، وسارة هتعمل انها مراته. وبيوصلوا امريكا، واورسون بيقابل داني على الطيارة الخاصة بتاعته وبيقول له على المهمة، لكن داني في الاول بيرفض. فاورسون بيقول له ان هو هيفضحه لان هو عارف كل الفضايح والمصايب بتاعته، فداني ما بيكونش قدامه اي فرصة وبيوافق. وبعدها بيسافر معاهم وبيوصلوا اليخت اللي فيه الحفلة، وجريك بيفرح جدا لما بيشوف داني، وبيعرفهم على اتنين من صحابه هما ترينت وارنولد. فداني بيعرف جريك على سارة وبيقول له ان اسمها ماكيلا، وبيعرفه كمان على اورسون وبيقول له ان هو مدير اعماله. واورسون بياخد باله ان مايك وفريقه موجودين في المكان، وبيقرروا انهم هيخترقوا الموبايل ويزرعوا المايكات قبل ما مايك وفريقه يعملوا كده. وفي الوقت ده جريك بيجيله تليفون، فبيديله مديرة اعماله عشان ترد عليه، وبتروح مكتب جريك. فسارة بتعمل نفسها رايحة الحمام وبتروح وراها، وبتخش مكتب جريك هي كمان، وبتبدأ تحط المايكات في كل حتة، وبتحط جهاز صغير
صغير كده عشان تخترق بيه موبايل جريك، وشرط الجهاز ده انه يكون قريب من الجهاز اللي هو لازم يخترقه. واورسون بيكون كشف واحد من فريق مايكل وبيكون عامل نفسه فيها جرسون وبيروح وراه المطبخ وبيبدا يضربوا في بعض. اورسون بيضربه وبيخليه يغمى عليه وبيحطه على لانش وبينزله في البحر عشان ما يبقالوش اي اثر. وساره بترجع بعد ما بتخلص مهمتها وبتقف معاهم عشان ما حدش يشك في اي حاجه. وجريك بيقوم عازم داني وساره على رحله عنده في تركيا الاسبوع الجاي، فبيوافقوا وبيقولوا له ان هم جايين. وبعدها بيجي رجل اعمال اوكراني وده هو اللي بيكون صانع الحاجه اللي جوه الهارد واللي هيبيعها لجريك، وبيشوفوا داني وبيتصوروا معاه. وبعدها الحفله بتخلص وبيروحوا، وبيكون جريك قاعد مع واحد من الاوكرانيين واسمه الكسندر وبيتفق معاه انه هيبيع الهارد ده بمليار دولار، وبيعرفوا ان محدش يعرف كلمه السر غيري، فمحدش هيعرف يفتح الهارد ده الا انا. ومع ان الكسندر هو صاحب الحاجه اللي موجوده في الهارد وجريك هو الوسيط، الا ان جريك ما بيرضاش يقول لالكسندر على اسم المشتري لان دي حاجه سريه. والفريق بيكون قاعد بيسمع كل الكلام ده، وساره بتعرف مكان البيت اللي الاوكرانيين قاعدين فيه. فاورسون بيروح في نفس اليوم ده بالليل للمكان وبيرش غاز منوم في البيت عن طريق فتحات التهويه، وكل اللي في البيت بيناموا. واورسون بيخش البيت وبيفتح الخزنه وبياخد كل اللي فيها وبينقل كل حاجه في الكمبيوتر على الجهاز اللي معاه. وعلشان يخليهم يحسوا انها عمليه سرقه عاديه بيسرق الذهب والساعات اللي في الخزنه وبيخرج. بس بيقابل 2 من الحراس فبيضربهم بسرعه وبيمشي من المكان، والفرقه طبعا بتكون مستنياه بره وبياخدوه وبيمشوا. وبعد اسبوع جريك بيبعت الطياره بتاعته عشان تجيب داني وساره عنده في الفيلا بتاعته في تركيا. وساره وداني بيوصلوا وجريك بيسلم عليهم وبياخدهم جوله عنده في البيت وبيوريهم العربيات بتاعته. وفي عربيه بتعجب داني فجريك بيروح باصص له كده وبيقول له خلاص انا هديها لك هديه، وبيخرجوا بيها عشان يجربوها. وساره بتكون قاعده في اوضتها وبتقدر تخترق كاميرات الفيلا. وأورسون بيعرف ان بين المحامي في تركيا وبيكون بيراقبه، ولكن بين بيحس ان هو متراقب فبيبعت له الحارس بتاعه. فأورسون بيضربه وبيخلص عليه، ولما بيلاقي جاي وراه بيطلع يجري وبيسرق موتوسيكل وبيهرب. لكن جيجي بيكون مراقبه وبيقول لأورسون على كل تحركاته، وبيبقى خلاص هيوصل له لكنه بيركب الاسانسير وبيطلع فوق البرج وبيخلي واحد يصوره. ولانه حس ان الموبايل بتاعه متراقب فبيحطه في جيب الراجل ده. واورسون بيكون طالع على السلالم لكنه ما بيلاقيش حد، فبيبص وبيلاقي الراجل اللي كان مع بين في الاسانسير واقع تحت على الارض. وفجأة بين بيظهر وبيكون عاوز يوقع أورسون هو كمان، لكن أورسون بيمسكه وبيرميه من فوق وبيقع على الأرض وبيموت. وأورسون بينزل وبياخد الموبايل بتاعه وبيمشي. وجيجي بيقدر يعرف ايه الحاجة اللي على الهارد واللي بتكون برنامج ذكاء اصطناعي وبيقدر يخترق أي حاجة شغالة بالكمبيوتر وبيتحكم فيها. يعني ممكن يتحكم في الصواريخ النووية اللي موجودة أو أنظمة الدول أو البنوك وبسهولة جدا. وبيكلموا رئيس الاستخبارات وبيقولوا له على كل حاجة، فبيقول لهم إن ده سلاح خطير جدا وممكن يدمر العالم. وبعدها بيتفقوا انهم هيسيبوا كل الاتفاقات ماشيه زي ما هي وهيستغلوا الموضوع اللي بيحصل. وبيعرفوا ان بين كان هيقابل واحد في تركيا هنا واسمه قاسم، وقاسم ده هو اللي هيوصله بالاوكرانيين عشان يخلصوا الصفقه. وبيعرفوا ان بين كان لازم يتصل بجريك عشان يعرفوا كلمه السر والفلوس تتحول للاوكرانيين، وبكده يكون البرنامج اتباع وهم كمان يقبضوا نسبتهم. ولان طبعا بين مات فهم هيضطروا يشوفوا حل تاني عشان يقدروا يتموا الصفقه. واورسون بيضطر يروح مكان بين، وساره بتساعده لان عندها برنامج بيعرف يغير الصوت. واورسون بيكون عارف ان ما قداموش وقت كتير لان غالبا جريك هيعرف ان بين مات. والحاجه اللي بتكون مطمنه اورسون ان ولا قاسم ولا الناس اللي جايين تبع الاوكرانيين يعرفوا شكله. واورسون بيقابل قاسم وبيركب معاه وبيروحوا لمكان قريب من الحدود الاوكرانيه عشان يتمموا الصفقه. وبيكون الاوكرانيين مستنينهم هناك، وجيجي بيكون طالع بعربيته وراهم وبيوصل لمكان قريب منهم، وبياخد القناصه بتاعته وبيطلع مكان عالي وبيراقبهم عشان يحمي اورسون. وفي الوقت ده اورسون بيتصل على جريك عشان ياخد منه كلمه السر، وبتكون ساره ظبطت الصوت عشان يبان كانه بين بالظبط. واول ما بيقول كلمه السر كلها ساره بتخترق الحسابات وبتسحب كل الفلوس بتاعه الصفقه. وبكده بتكون مهمتها خلصت وبتاخد داني وبتمشي بالعربيه بسرعه من الفيلا بتاع جريك. ومديره اعمال جريك بتقول له ان ساره اخترقت كل الاجهزه اللي في المكان وان هم هربوا. فجريك بيتعصب وبيخلي كل الرجاله بتاعتهم يلحقوها. وبنروح لاورسون، وبعد ما كل حاجه خلصت فالاوكرانيين بيلاقوا ان حساباتهم بقت صفر كلها زيرو طبعا. وفي 2 من الاوكرانيين بيكونوا شافوا اورسون على اليخت بتاع جريك وبيثبتوه وبيقولوا ان هو مش بن، وبيكونوا هيقتلوه. بس جيجي بينقذ اورسون وبيضرب عليهم نار بالقناصه بتاعته. وفي الوقت ده اورسون بيروح واخد مسدس من واحد فيهم وبيبدا يضرب عليهم هو كمان. وبتيجي طياره وبتضرب عليهم صواريخ، وبيكون ده مايك ورجالته، وده بسبب انه عارف ان اورسون اداله هارد فاضي وهو جاي عشان ياخد الهارد الحقيقي.
وأورسون بياخد الهارد وبيهرب بيه، بس رجالة مايك بيحاصروه من كل حتة وبيوقفوه وبينزلوه من العربية. لكن جيجي بيقول لأورسون في المايك إنه هيفجر العربية اللي وراه، وإن في طيارة بتاعت مايك موجودة في المكان وإنهم هيركبوها. وأورسون وجيجي بيركبوا الطيارة بسرعة عشان يروحوا يلحقوهم. وفي الوقت ده سارة بتضرب نار على واحدة من العربيات وبتقلبها من فوق الجبل، وبيكونوا دخلوا بالعربيات جوه نفق وبيخرجوا، وبيكون أورسون وجيجي مستنيهم بره بالطيارة. وبعد ما بيخرجوا بيضربوا صاروخ وبيفجروا النفق وبيركبوا معاهم بالطيارة وبيروحوا عشان يتفاوضوا مع جريك، بعد ما سارة طبعا عرفت معلومات خطيرة عنه بسبب الكمبيوتر بتاعه. وبيروحوا وبيوصلوا عند الفيلا بتاع جريك، وبيكون عرض أورسون هو إنه يعرف مين هم اللي هيشتروا البرنامج وإلا هيفضحوا. فبيقول لهم إن اللي هيشتري البرنامج هم ترينت وأرنولد، رجال الأعمال اللي كانوا شافوهم على اليخت، وبيكونوا عاوزين يشتروه عشان يتحكموا في البنوك بتاعة العالم والبورصة والذهب، لأن شغلهم أصلا في الذهب. والبرنامج هيساعدهم انهم يتحكموا في كل الناس اللي موجوده في المجال بتاعهم. وأورسون والفريق بيقرروا يعملوا خطه جديده وهيخلوا جريك يتعاون معاهم فيها، وبيبدا في التنفيذ. وجريك وداني بيروحوا الشركه اللي فيها ترينت وارنولد، وبتكون الصحبه الكريمه كلها هناك، ومايك ورجالته كمان بيكونوا موجودين. ومايك بيكون معاه الهارد بعد ما سرقه طبعا، وبيكون جاي عشان يبيعه. وبكده يكون جريك بره اللعبه ومش هياخد اي عموله من الصفقه دي. فجريك بيروح مهددهم وبيقول لهم ان هو ملوش دعوه بكل الكلام ده، وانه هياخد العموله بتاعته كامله، والا هيدمر الشركه وكمان هيقتلهم ويقتل اهاليهم وكل عائلاتهم. وبيقول لهم ان انا هوريكم تلميح عن اللي انا اقدر اعمله لكم. وبيبدا يعد 3 2 1، واول ما بيخلص بيلاقي المباني العملاقه اللي وراهم بتنفجر واحد ورا التاني. وبيقول لهم ان هو لو ما خدش فلوسه الدور هيبقى عليهم. وطبعا المباني اللي انفجرت دي بتكون جزء من الخطه بتاعت اورسون اصلا عشان يرعبوهم. وفي الاخر بيخافوا على نفسهم وبيضطروا يدوا الفلوس عشان يسيبهم في حالهم. فمايك ورجالته بيتعصبوا لانهم خرجوا من المولد بلا حمص وما بياخدوش اي فلوس من الصفقه دي، وبيبداوا يضربوا في الحراس بتوع الشركه. وفي الوقت ده اورسون بيتسلل وبيبدا يقتل فيهم واحد ورا التاني. واول ما بيوصل بيلاقي الناس كلها خلصت على بعض وما بيلاقيش اي حد موجود غير مايك، وبيمسكه وبيفضل يضرب فيه وبياخد الشنطه وبيضربه بيها وبيخلص عليه. وبيمشي من المكان وبيسلم الشنطة اللي فيها الهارد للمخابرات، وبكده بتكون المهمة انتهت. وبعدها أورسون بياخد الفريق بتاعه وبيسافروا عشان ياخدوا الأجازة، وبكده بينتهي الفيلم. ولو عجبك الفيديو اضغط لايك وما تنساش تشترك في القناة عشان تشوف الملخصات الجاية. سلام.